هل عمرك فكرت قبل كده قد ايه سلوكك وانت صغير ممكن ياثر عليك بشكل كبير جدا لما تكبر، وبيقدر يحدد بنسبه كبيره جدا مستوى نجاحك او فشلك في الحياه؟ خليني اقول لك، في تجربه عملها دكتور والتر ميشل في جامعه ستانفورد علشان يقدر يعرف قد ايه الاطفال ممكن تاجل المتعه اللحظيه في مقابل ان هم يحصلوا على حاجه اكبر بعدين. التجربه باختصار ان هو جايب مجموعه من الاطفال وحط قدامهم قطعه من المارشميلو، وطبعا عارفين قد ايه الاطفال بيحبوا الحاجات الحلوه، وقال انه يخرج بره الاوضه ويرجع بعد ربع ساعه، ولو رجع لقى ما كانش قطعه المارشميلو هيديله واحده كمان. وربع ساعه ده وقت قليل جدا، بس بالنسبه لطفل ده تحدي كبير جدا واختبار لمدى قدره التزامه الذاتي. السؤال هنا بقى، كام في المية كلوها وكام في المية استنوا بعد ربع ساعه؟ واللي حصل ان 30% بس هم اللي قدروا يستنوا، و70% ما قدروش يقاوموا المتعه اللحظيه اللي هيوصلوا لها لما ياكلوا المارشميلو دلوقتي حالا، وضحوا بالقطعه الثانيه. بس لحد هنا التجربه ما خلصتش، فضلوا متابعين الاطفال دول لحد 30 سنه علشان يقدروا يعرفوا هل سلوكهم وهم صغيرين اثر على نجاحهم او فشلهم لما كبروا ولا لا. المفاجاه هنا ان نسبه كبيره جدا من الاطفال اللي كلوا قطعه المارشميلو في الاول وما كانش عندهم الالتزام الذاتي حياتهم كانت اصعب من التانيين، ونسبه كبيره منهم وقعوا في ادمانات المتعه اللحظيه زي المخدرات والخمور والسمنه اللي بسبب ادمان الاكل الكتير، على عكس ال 30% التانيين اللي اتنمى عندهم الالتزام الذاتي وبقى يقدروا يستنوا ويشتغلوا على الحاجه اللي هم عايزينها لحد ما يوصلوا للنتيجه الكبيره، فبقوا ناجحين اكتر في المجال الدراسي والشغل وحياتهم الاجتماعيه وكمان صحتهم الجسديه. ناس كتيره ممكن تفكر يا عم دي حته مارشميلو يعني ما تكبرش الموضوع مش نهايه العالم، بس لا، الموضوع اكبر من كده بكتير. الفكره في الحياه ان اي حاجه عايز تنجح فيها وتشوف فيها نتائج كبيره لازم تستمر وتكمل فيها وتاجل اي مغريات المتعه اللحظيه. المهم ان انت تكمل حتى لو مش شايف اي نتيجه دلوقتي. مثلا هدفك انك عايز تروح الجيم وتخس، رحت مره ورجعت وزنت نفسك، مش هتلاقي اي تغيير، بس لو فضلت مستمر لمده 3 او 4 شهور مع نظام غذائي كويس اكيد هتشوف تغيير ملحوظ كبير جدا. بتذاكر مثلا لغه انت عايز تتعلمها، بعد 3 ساعات مذاكره مش هتبقى متحدث طليق باللغه يعني، بس لو بتذاكر 3 ساعات دول لمده 6 شهور هتقدر تتكلم اللغه دي حلو جدا وهتفهم كتير جدا منها. عدائين الجري والسباحين بيفضلوا يتمرنوا سنين بس علشان سباق مدته كام ثانيه او دقيقه، بس الكام دقيقه دول بيغيروا حياتهم. وواحده من الاطفال الملهمين جدا اللي نجحوا في التجربه دي وهي سوزان وارشكيكي السي او بتاعت اليوتيوب. فسر النجاح في اي حاجه في الحياه مهما كانت ظروفك او حياتك السيلف كنترول او الالتزام الذاتي.